في نظرك كون كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب وحاشاه ذلك، إذن هذا مسلم، وحاشاه ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك، واش كان غادي يعني في نظرك كون كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب وحاشاه ذلك، واش كان غادي يواظب على صيام الاثنين والخميس في ذاك الجو الصعب؟ شنو غيستافد من هذا الجوع والعطش إلا كان ما كيتسنى حتى جزاء؟ بحال هاد الأسئلة هذه ربما جاوبت عليها على الأقل شي 10 المرات. أول حاجة صديقي، أول حاجة حتى واحد فينا ما داخل لعقل الرسول، يعني لراس الرسول، باش تعرف يعني اكزاكتومون شنو هي. ما كاينش شي حديث الرسول تيشرح فيه تيقول لك اودي انا راه درت هذه القضيه، علاش درت هذه القضيه. حتى واحد ما عنده، حتى واحد ما عارف يعني بالضبط. يعني اذا المساله كلها تتكون عن طريق استنتاجات وداك الشيء، اما باش تعرف اكزاكتومون شنو هي الدوافع ديال شي حاجه ما غاديش تعرف بالضبط. لكن في هذه المساله ديال علاش الرسول مثلا كان تيصلي بزاف، ولا علاش انه دار الصيام، ولا اصلا علاش شرع الصيام، يعني تيجيو شي حوايج اللي تيضربوا في هذا الشيء اللي تيستنتج الانسان. بحالاش الصلاه تشرعات من بعد، يعني 13 سنه والرسول ما كاينه لا صلاه لا والو، ما كاينش، ما مشرعاش الصلاه. الصيام تشرع من بعد، الخمر تحرم من بعد، يعني كلش يعني نورمالمون كون كان الصلاه والصيام وداك الشيء كان زعما شي حاجه مهمه وغادي تعاون في الايمان وداك الشيء، كان يتشرع من مكه من البدايه يتشرع. واش الله حتى مشاو للمدينه عاد عرف بان راه خاص الصوم وخاص هذه؟ اذا هنا تتبدا تدخل لك بان راه كاينه دوافع اخرى من غير الايمان، لان كون كانت الدوافع ايمانيه محضه كان داك الشيء من الاول غادي يبدا سيرتو بان فين محتاجين الناس الايمان والصلاه والصوم؟ فين المسلمين فوقاش محتاجين داك الشيء؟ محتاجينه فين؟ في مكه، لان في مكه فين كانوا مستضعفين وكان يعني كانت القضيه مجرتله، ماشي في المدينه. فعلاش في مكه ما كان لا صلاه لا صوم لا حتى شي حاجه، حتى مشى للمدينه هذا بدا هذا الشيء هذا؟ علاش الصلاه خاصك تجي للجامع وخاصك مفروض عليك انك تجي للجامع؟ انا تيبدا الواحد يستنتج، يعني تقدر تدخل في استنتاجات. يعني في المدينه كانت الدوله الاسلاميه في حاله حرب دائمه، يعني في حاله تاهب قصوى دائمه، كداو 28 غزوه وزيد عليها الهجوم على القوافل وروينا، يعني كل عام كان فيه ما شحال من غزوه وشحال ديال سرقه القوافل وهذيك. فكانوا المسلمين ديما في حاله بحال تقول حاله تاهب قصوى وفي حاله ديال حاله حرب. فهنا خاصك تحضي حاله استنفار، نعم، فخاصك تحضي هنايا. انا يعني تيبان لي ان داكشي اللي دار محمد راه مزيان في هذه القضيه هذه، ان كل سلايد تجمع كل شيء في الجامع ونشوفوه. عندك شي واحد يمشي عند الكفار، عندك شي واحد يعلق بشي حاجه، المعلومات خاص الواحد يكون عارف اش واقع، لان المسجد راه كان بحال شي ثكنه عسكريه. من تكون انت في حاله حرب دائمه راه المسجد هو الثكنه العسكريه، يعني هو الدي اس تي ولا اكزاكتومون. فخاصك تعرف الناس شكون اللي حاضر شكون اللي غايب، فين مشى هذا، تجمع الخبيرات الا كاينه شي خبيرات، كاين شي قافله، كاين شي وحدين نهاجمين شي حاجه فين نقدروا نضربوا الضربه، كاين شي فلوس، كاين يعني هذيك هي تقول التكانه العسكريه ديال الاسلام في ذاك الوقت ديال الدوله الاسلاميه هو الجامع. فعادي انني انا كديكتاتور ولا كحاكم انني نبغي ان الناس كامله اللي تحت يدي انني نشوفهم كل نهار في الجامع ونشوف. لدرجه كاين احاديث مثلا تعرفوا داك الحديث اللي تيقول فيه الرسول، يعني كاين شي اقوام دوك اللي تيتاقلوا انهم ما يجيوش يصليوا الجماعه في الجامع، فقال لك انا يعني اكاد انني نمشي نهز دابا العواد والعافيه ونشعل لهم العافيه في دارهم، يعني نحرق عليهم ديورهم باش تعرف يعني باغي خصهم يجيو، خصنا نعرفوا راسنا من رجلينا. فهاد المسائل يعني تدخل فيها كما قلت انا استنتاجات، ما عندناش اكزاكتومون حنايا شنو كان في راس محمد باش دار واحد الحاجه ولا هذه. زيد على ذلك ان هذا ماشي معيار، ان الواحد مثلا تيفرض على راسو شي حاجه، راه ماشي معيار. راه غادي تشوف نتايا دوك الاديان اللي ما تتامنش بها انت، ولا دوك لي سيكت اللي ما تتامنش بهم، تتلقاهم تيديروا شي حوايج واقيلا صعب من هادشي اللي ديال الصيام وداك الشيء. تتلقى مثلا الميديتاسيون تيجوعوا راسهم وداك الشيء. واش هاد لي سيكت هادو عندهم شي علاقه بالاله ولا بالحق؟ لان الشاف ديالهم ما تياكلش كاع، ولا تيشرب غير الماء، ولا تياكل غير خيزو. راه كاين الحماق اللي كاين، يعني هذا ماشي معيار. والا غادي نقولوا البوذيين اللي النهار كامل هو في المعبد تيدير الميديتاسيون وتيتامل، واو اذا هادو راه عندهم شي علاقه بالاله ولا عندهم شي علاقه نو.
هذا ما معيار حتى شي حاجه. حنا ما عارفينش اكزاكتومون يعني شنو كان في راس محمد، ولكن ديجا هاد المسائل اللي عطيتك راه تتبين بان القضيه ماشي يعني ماشي ايمانيه، يعني هذا اضعف الايمان، راه ماشي ايمانيه القضيه، يعني تكون فيها مسائل سياسيه اكثر.